حلقة النهاردة مهمة جدا للناس اللي بتاخد مكملات غذائية سواء للجيم أو فيتامينات معينة، عندهم نقص في فيتامينات معينة أو نقص في المعادن. كده في ناس كتير اعتمادها الكلي على حباية المالتي فيتامينز الصباحية سواء للرجالة أو للسيدات أو حتى لأطفالنا. دي طبعا حاجة كويسة جدا، فكلنا بندور على صحتنا وصحة عيلتنا. 5 نصايح مهمة جدا لأي شخص بياخد فيتامينات أو مكملات غذائية عموما. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يجيلك أي معلومة جديدة بنقولها، واعمل لايك في نهاية الحلقة لو عجبتك. ويلا بينا نبدأ الحلقة. هنتكلم النهاردة عن 5 قواعد مهمة جدا لأي حد بياخد مكملات غذائية. أول حاجة وهي أي حد عنده فشل كلوي أو إنزيمات في الكبد أو سنه أقل من 18 سنة، أو إذا كانت بترضع أو حامل بالنسبة للسيدات، أو لو كان حد بياخد أدوية للسيولة في الدم. ال6 حالات دول يفضل إن ما ياخدش أي مكمل غذائي غير لما يرجع للدكتور، لأن ببساطة المكملات الغذائية دي بتنزل في الكبد والكلى. لو الكبد والكلى فيهم مشاكل فانت كده بتاخد المكمل على الفاضي، هو مش شغال أصلا في جسمك. ده بالعكس، ده ممكن يتراكم في الجسم ويسبب تسمم أو يسبب أي ضرر للجسم. تاني حاجة معانا وهي إن أي فيتامين من غير أكل ملوش لازمة. لازم أبص الأول على الأكل بتاعي، يعني أشوف إيه المصادر اللي ناقصاني المكمل اللي أنا باخده يعني، وبشوف هل هقدر أوفره من الأكل ولا لأ. يعني مثلا الزنك أو المغنيسيوم لو مش موجودين في أكلك فممكن أخدهم من مصدر خارجي، مفيش أي مشكلة. لكن قاعدة عامة حطها في دماغك، أكل ربنا دايما أحسن وأفيد. يعني هناخد كمثال، كلنا بنشرب شاي أخضر. لو فضلت تشرب شاي أخضر كتير مش هيحصل لك أي حاجة، لكن لو أخدت كبسولات شاي أخضر كتير ممكن يجيلك فشل كلوي. نفس الكلام على فيتامين د، لو وقفت قدام الشمس فترة طويلة مش هيحصل لك حاجة عضويا، لكن لو أخدت مكمل فيتامين د كتير ممكن يجيب لك مشاكل في الكلى أو الكبد وهكذا. قيس بقى أي حاجة تاخدها من بره على الكلام ده. يعني لازم الأول أشوف هل هقدر أوفر الفيتامين أو المعادن من الأكل ولا لأ. تالت قاعدة معانا وهي الفيتامينات. عندنا الفيتامينات نوعين، نوع بيدوب في المية ونوع بيدوب في الدهون. اللي بيدوب في المية زي البي كومبلكس أو فيتامين سي، ودول مفيش خطر منهم لأنهم بيدوبوا في المية. الجسم هياخد كفايته ويطرد الباقي. يعني مهما أخدنا من فيتامين سي مثلا فالجسم هياخد الفايدة بتاعت فيتامين سي وهيطرد الباقي عن طريق البول. تاني فيتامينات معانا وهي فيتامينات اللي بتدوب في الدهون زي فيتامين كاف أو فيتامين د أو فيتامين ه وفيتامين ألف. دول لو تراكموا فترة طويلة في الدهون هيعملوا مشاكل في الجسم. طب حلها ايه؟ زي ما قلنا أفكر في مصادر الأكل لكل فيتامين من دول، وأنا عملت حلقة عن الفيتامينات ومصادرهم وإيه الأكل المشترك ما بين الفيتامينات كلها. هسيب لك لينك الحلقة في الديسكريبشن تحت وهيظهر لك فوق على اليمين. ده أول حل، إن أنا أفكر في المصادر. تاني حل إن أنا ابتدي بالجرعة الصغيرة، ودي نصيحة لأي مكمل، لأن ممكن يكون عندك حساسية من المكمل ده وإنت ما تعرفش، فأكنك بتختبر جسمك الأول. وده لأن كل جسم وليه وضعه. في ناس كتير عندها حساسية من المية عادي، فأكيد مفيش جسمين زي بعض، كل جسم مختلف عن التاني. انت ممكن يبقى عندك حساسية من المية غيرك ما عندوش، انت ممكن يبقى عندك حساسية من الزنك غيرك ما عندوش. فاحنا نجرب الجرعة الصغيرة الأول بشكل صغير
ونشوف هل في مشاكل في الجسم ولا مفيش. في مكملات كتير أصلا الجرعة الصغيرة منها أفيد من الجرعة الكبيرة. رابع قاعدة معانا وهي إني ما تمشيش على مكمل طول العمر، حتى لو كان إيه، حتى لو انت جسمك ناقص فيتامين سي على طول، فيتامين ألف على طول، عمرك ما تمشي على مكمل طول العمر. الكورس دايما بيكون 3 شهور عشان اخد الفايدة منه كاملة وتجرب اشوف فيه نتيجة ولا لا. لازم احطها في دماغي النصيحة دي على اي مكمل خارجي، لاني انا ممكن اشتري فيتامين د من شركة معينة واخد الجرعة الصحيحة لمدة 3 شهور وما يعملش معايا اي نتيجة. لكن لو اخدت فيتامين د برضو من شركة تانية تعمل معايا نتيجة. فانا لازم اختبر جسمي واختبر هل في نتيجة ولا لا. ده طبعا عن طريق التحاليل الدورية اللي انا بعملها لجسمي. صحيح انا جسمي بيحتاج كل يوم فيتامين ألف، كل يوم فيتامين د، كل يوم فيتامين ج، بس ربنا خلقنا عشان ناخدهم من مصادر طبيعية. عشان لو اخدت زيادة عن اللزوم من المصادر الطبيعية فجسمي هيطرد الباقي، مفيش اي مشكلة. مثلا لو اكلت 3 فرخات وكيلو لحمة، وده طبعا حاجة غير طبيعية بس احنا بنديها كمثال، هل جسمي هياخد 100 جرام بروتين في يوم واحد مرة واحدة وكده انا بقيت جامد يعني؟ لا طبعا، الجسم بياخد اللي محتاجه يوميا ويطرد الباقي، عكس المصادر الخارجية ان هي ممكن تتراكم عليك في جسمك، اللي هي طبعا بتتراكم في الكلى والكبد وتسبب مشاكل بعد كده. خامس نصيحة معانا وهي ان مفيش مكمل هيشتغل لوحده، لازم كام حاجة حواليه عشان الجسم ياخد الفايدة بتاعته كاملة. تعال نشوف السيركل دي. السيركل دي بتبقى على الجسم عموما، او عشان الجسم ياخد الفايدة لازم السيركل دي او الدايرة دي تكون متكاملة. اول حاجة لازم النوم بدري، تاني حاجة الاكل الصحي، تالت حاجة شرب المية كفاية، رابع حاجة ان انا اعمل رياضة او على الاقل امشي كل يوم، خامس حاجة ان انا اتنفس بعمق، اتنفس هوا ربنا كويس، سادس حاجة ان انا ابعد عن السكريات والزيوت المهدرجة. وانا عملت حلقة عن انواع الزيوت والزيوت المهدرجة بالذات، هسيب لك اللينكها برضو في الديسكريبشن تحت وهتظهر لك فوق على اليمين. اي علاج لاي مرض لازم العناصر اللي قلتها دي تكون معانا في الروتين بتاعنا اليومي. وانا برضو عامل حلقة فيها 5 عادات ضرورية لصحة جسمك، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت برضو. كل اللينكات هتبقى موجودة في الديسكريبشن تحت. الخلاصة، مفيش دواء او مكمل سحري مجرد ماخده هيأثر في جسمك على طول. ممكن تحس ان عمل فرق معاك عشان ترضي نفسك من جوه بس، لكن هل ده معناه ان المكملات ملاش لازمة؟ لا طبعا، المكملات فوائدها كتير جدا لو اخدناها صح واستخدمناها صح في الوقت الصح. يعني لازم اشوف انا عايز المكمل ده ولا لا، وبرضو اشوف اني ممكن اخد المكمل ده من اكل ربنا وده هيكون افيد. وبرضو لازم اعمل حساب السيركل اللي احنا اتكلمنا عليها عشان كل العناصر والروتين تكون عندي متكاملة والمكمل يعمل مفعول في اسرع وقت من غير اي اضرار لجسمي ان شاء الله. بس كده، لو عجبتك الحلقة اضرب لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد بنقوله. ودمتم في رعاية الله.